كور لوال كور في راديو تمازج. في البداية بصفتك رئيس هيئة الدفاع يمثل الدكتور رياك مشار و7 آخرين، ما مدى استعداد فريقكم القانوني للمحاكمة القادمة؟ وما هي الاستراتيجيات القانونية الرئيسية اللي بتخططوا لاعتماده؟ اتفضل. وقابلنا النائب الأول اللي قابلناه 3 مرات وهو بيتمتع بالصحة الجيدة وجاهز للمحكمة. وقابلنا بقية المتهمين في البلو هاوس 4 على رأسه وزير النفط وهو كويسين ويتمتعون بصحة جيدة ومستعدين للمحكمة. وقابلنا 2 من المتهمين في تايجر هم بصحة كويسة وجاهزين للمحكمة. تبقى لنا واحد هو لام جروب لام اللي هو مساعد بتاعت الغاية العام للجيش من الأيودة ده زول ما قدرنا نلاقيه. وده كل الاستراتيجيات القانونية ده ما بنقدر نتكلم بها في الإعلام لأنه ده حاجة خطة ده حاجة خاص بأفراد المهمين بأفراد فريق الدفاع. ما بنبه به لأي زول. ده استراتيجيتنا يعني إحنا بنواجه بالمحكمة ما بنواجه الرأي العام. طيب استعدادات الفريق؟ والله جاهزين وإحنا شغلنا بيبدأ يوم الاثنين لأنه بنقدر نعرف سلطات المحكمة ده على حسب تقويم رئيس القضاء سلطاته شنو. وبالتالي على ضوء الأمر التشكيل بتاعت المحكمة بعد ذلك بنحدد المسارات القانونية يوم الاثنين. الإجراءات ده بيستغرق كم زمن؟ الإجراءات ده والله بيتوقف على الظروف بتاعت المحكمة يعني. ما معروف حتى الزمن هياخده قدريش، لكن هي سنة 122 93 فالظروف اللي بيتم فيه المحاكمة ده والوقت اللي بياخده ده شغل بتاعت المحكمة ما بنقدر نخش فيه. لكن هنا بنحاول جاهدين كتيم بتاع الدفاع مع المحكمة انه الاجراءات ده يعني ما ياخذ وقت طويل ولانه تاخير العدالة ذاته معناه اجهاض العدالة. طيب كم عدد المحامين في فريق الدفاع؟ ده برضو احنا ما بنصحى حسي بيسهر يوم الاثنين. من البقود الفريق الرسمي رسميا في اجراءات المحاكمة؟ انا الاستاذ كور بانكور. ردك شنو على التهم الموجهة لموكليك؟ وفريقك بيخطط كيف انه يطعن في رواية الادعاء للأحداث لا نعدم مجرد اتهامات وحتى الآن ما سمينا قضية الاتهام عشان نقدر نعرف ماذا في جوابتهم من أدلة. يعني إحنا ممكن يفرشوا الورق بتاعهم ده بعدين وبعد ذلك إحنا على ضوء مستنداتهم على ضوء أدلتهم بيقدموها بعد ذلك إحنا بنعرف نعمل شنو يعني. أستاذ كورلوال، أنت بتعتقد إنه يعني موكلينك بيقدروا يحصلوا لمحاكمة عادلة ونزيهة بالنظر للتاريخ السياسي في جنوب السودان؟ كلنا ننشد أنا وفريق الدفاع والمتهمين ماشيين للمحكمة بأيدي بيضاء ننشد العدالة وننشد سيادة حكم القانون في دولة جنوب السودان. لا خيار لنا غير سيادة حكم القانون بس ما عندنا أي حاجة. يعني إحنا ماشيين بأيدي بيضاء ننشد العدالة ونتضرع للمحكمة الموقر إن نحن جايين بس للعدالة قدامها ما أكتر. بالنظر لدور دكتور رياك مشار في عملية السلام، برأيك الأثر الممكن المحاكمة يقدر يحدث يعني على المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي في جنوب السودان؟ والله بالتأكيد إنه البلاغ الحث في المحكمة ده يعني في مواجهة الدكتورة طبعا بيكون ده تداعيات ده على المستوى السياسي لازم بيكون موجود يعني. وانا ما زول سياسي ما اقدر اتكلم في الكلام ده. انا بسمع عليه بالشق القانوني فيما يتعلق بالمحاكمه، لكن الشق السياسي دي فهنالك سياسيين سوف يتحدثون عنه لكن انا لا. طيب هل انتوا راجعتوا الادله اللي قدمته النيابه العامه او المدعي العام حتى لا 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 نحن بس استلمنا ناحيه الاتهامات المواد المفتوح بمواجهه المتهمين ولن الادله دي بعدين في المحكمه في عند تقديم قضيه الاتهام وسماع المتحدث بنعرف هل ماذا لديهم من ادله يعني في تقارير بيقول انه يعني الموكلين بتاعكم لسه محتجزين في مراكز احتجاز جهاز الامن الوطني. هل انتم مثلا بتخططوا عشان تقدموا طلب ينقلوهم لمغار يعني شويه اكثر ملائمه خاصه قبل المحاكمه؟ لا
احنا كل ما يعني قضيه الدفاع بتاعنا او الدفاع بتاعنا الدفاع الحقيقي عن المتهمين سوف يبدا يوم الجلسه. يعني احنا عندنا حاجات، عندنا تحفظات كثيره جدا جدا فيما يتعلق بحجز المتهمين. ما في انسب مكان له انه نطرحه الا امام المحكمه الموقره، المحكمه اللي يمشي بمحاكمه الناس دي. فالان نحن ما عندنا اي كلام بنقوله فيما يتعلق بمحلات قاعدين. انتوا شايفين انه المكان اللي هم قاعدين فيه ما ملائم؟ والله يا اخي طبعا اي يعني الاماكن بتاعت الحفظ ده طبعا لدواعي سلطه التحري هي حددت الحاجات دي، فعشان كده نحن الان ما عندنا اي شيء في الكلام ده. ما لم نمشي المحكمه يوم الاثنين اذا عندنا اي حاجه فيما يتعلق بالحفظ واماكن تواجد المتهمين ده بيكون قدام المحكمه الموقره. المحاكمة بيكون في مكان، وهل الموقع ده انتوا شايفينه يعني كويس بيضمن سهولة وصول جميع الأطراف حتى مثلا أفراد الأسرة والمراقبين والعام؟ والله طبعا الشيء المؤسف انه يفترض المحاكمه تكون امام المحكمه المفروض يعني بالاصح يكون في المديريه، ومع القاعات الموجوده في محكمه المديريه ما بتسعى لاستيعاب الحضور اللي بيجوا، لانه حجم البلاغ ده بلاغ كبير. ايفن ذات حتى المتهمين متوهمين يعني عدد كبير جدا جدا، والقاعات الموجوده ما بيسع لأكثر من 5 ولا 6 متهمين. يعني قفص الاتهام لا يسأل أكثر من 4 متهمين، يعني ده أكبر قاعة موجودة في المحكمة هنا. فبالتالي إذا المحكمة رأت إنه ينقل المحاكمة من مقر المحكمة لمكان آخر، فده طبعا بيكون خيارات المحكمة، ونحن ما عندنا فيها شيء ما لم نشوف إنه هيكون وين وفي المكان ده. بعد يعني هنشوف شنو. يعني لحد هسه ما محدد وين المحكمة هيكون وين، لأنه في معلومات بيقول إنه هيكون في فريدوم هول، فما معروف. كلنا بنسمع لكن أنا ما جانا حاجة رسمي. حتى الإعلانات نحن اللي استلمنا الإعلانات اللي جينا من المتهمين مكان المحاكمة ما مذكور، لكن ده الرومز الإشارة شغال إنه بيكون في فريدوم هول. معناته ما عندكم معلومة الجلسة بتكون وين؟ حتى الآن ما معروف يكون وين. أنا أوكي. غاية شخصيا ما عندي. طيب آخر سؤال أستاذ، يعني هل ممكن تدلنا برأيك في هيئة القضاء المكلفين في القضية ده؟ هل أنت وموكلينك على صيغة تام إنه القضاة يعني قادرين وممكن يكون في حكم عادل؟ أنا أقول بصفة رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، أنا أثق في قضاء جنوب السودان بغض النظر إنه ده مو في المحكمة ده ولا ده مو في المحكمة، لكن كقضاء أنا بثق والناس كواليفايد إنه يديروا أي ملف هذه القضية. بنعرف قدرات الناس الموجودين في القضايا، وبنعرف نوعية الكادر الموجود في القضايا إنهم شنو. يعني هم عددهم هيكون كم وديل ناس منهم؟ لا حتى لا نقدر نعرف، لأنه أمر المحكمة أمر تشكيل المحكمة ما عندنا صورة منها، بنعرف الكلام ده يوم الاثنين. تمام. طيب في الختام رسالتك شنو للرأي العام، للأسر بتاع المتهمين؟ إجراءات عادية ودي شيء يعني في أي بلد وفي أي دولة من حتى دول الجوار والدول الإقليم، يعني في مرات قضايا زي ده يعني. فما حاجة غريبة إنه يكون في جنوب السودان إنه في قضية بالنوع ده يمشي المحكمة، وبالتالي الناس يعني كل الناس سواء كان أهل المتهمين ما عليهم إلا إنهم يعني يتحلوا بالصبر، لأنه في النهاية كلنا نحن بننشد العدالة. المحامي كور لوال كور رئيس هيئة الدفاع عن الدكتور رياك مشار وآخرين، كنت معنا في راديو تمازج. بنقول لك شكرا كتير لزمنك. تسلم. الله يرحمك.